حين تنتهي الحياة يبدأ كل شيء من جديد. ملك قوي سقط كضحية للخيانة، ولكن القدر منحه فرصة ثانية. ولد في عالم جديد أقوى وأخطر مما تخيل، ولكن الأعداء لا يرحمون والماضي لا ينسى. فهل سيكون هذه المرة مجرد بطلا أم أسطورة تكتب نهايتها بدماء الأعداء؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده يا صديقي في حكايتنا الأسطورية. بس ولكن قبل ما نبدأ عايز أقول لك لو أنت اتفرجت على الحكاية عند أي حد تاني، عندنا بشكل مختلف تماما. والأحسن من ده كله إن الحكاية أول ما تنزل على الموقع الرسمي بتاع الأنمي بعدها بنص ساعة هتكون متلخصة وموجودة على القناة هنا. فدلوقتي عايزك تستعد معايا وهيا بنا نبدأ سرد الحكاية. بتبدأ حكايتنا بملك قوي وعظيم بيكون اسمه غراي، عاش حياته كلها انتصارات وكفاح علشان يوصل للعرش، ولكن بدون اي مقدمات كده بنشوف نهايته وهو بيقع في البحر وبيموت. بس في اخر لحظات حياته بيسمع صوت بيقول له دور على النور اللي في حياتك الجديدة، وبيقع ساعتها على ريشة. وبعد كده بينتقل لعالم تاني وبنروح نشوف حياته الجديدة صديقه، وبنشوف زوجين، واحد اسمه راي وواحدة اسمها اليس، واللي بيكونوا فرحانين جدا بولادة طفلهم الاول واللي بيكون اسمه ارسو. بيطلع الطفل ده يا صديقي هو الملك اللي مات قبل كده، بس مولود في عالم مختلف تماما عن العالم اللي كان مولود فيه واقل تطورا من زمنه كمان. الغريب بقى ان ارس ما كانش مرتاح ابدا من اول لحظه، وحاسس ان هو محبوس جوه جسم الطفل ده وبيفتكر انجازاته لما كان ملك، ومش قادر يتقبل ابدا فكره ان هو رجع طفل من جديد قليل الحيله. في نفس الوقت ريوي اليس والديه بيكونوا بيحبوه وبيهتموا بيه، وهو بيبدا يلاحظ ان العالم اللي حواليه غريب ومختلف عن العالم اللي كان فيه. وفي مره من المرات بيشوف اليس وهي بتستخدم طاقه علاجيه علشان تعالج راي، ووقتها بيحس ان العالم ده فيه سحر او طاقه غريبه هو لسه مش قادر ان هو يفهمها. ومع الوقت ارس بيكبر شويه وبيبدا ان هو يكتشف العالم اللي موجود فيه، وبيدخل المكتبه من وراهم. اول لما بيوصل هناك بيلاقي كتب وبيبدا ان هو يقرا فيها المعلومات عن العالم ده، وبيعرف ان القاره اللي هو فيها بيكون اسمها ديكاتسي، واللي بيكون موجود فيها 3 ممالك، والاولى بيكون اسمها داف، مملكه الاقزام اللي عايشين تحت الارض. الثانيه بيكون اسمها ليونور ودي مملكه الجن اللي عايشين في الغابه. اما الثالثه بيكون اسمها سيبر، والمملكه اللي هو فيها دلوقتي يا ساده. بيلاحظ وقتها ان المملكه بتاعت سيبر موجوده شويه قريبه من العالم اللي هو موجود فيه، ولكن الفرق بقى ان الحكم فيها بيتورث مش بيتاخد بالقوه. وفي الاخر خالص بيلاقي كتاب عن السحر، وبيبدا ان هو يفهم اكتر عن العالم الجديد اللي هو فيه، وبيجهز نفسه علشان يكتسب القوه من تاني. وفي وسط ما كان بيألف في كتب وبيتعلم عن العالم الجديد بيكتشف حاجه مهمه جدا. العالم ده فيه حاجه بيكون اسمها المانا، ودي طاقه سحريه مش اي حد يقدر ان هو يستخدمها، لان التحكم فيها بيجي بالوراثه. يعني باختصار كده مش اي بني ادم يقدر ان هو يستخدمها وخلاص. وبيفهم كمان ان المانا دي ليها نوعين. النوع الاول بيكون نوع تعزيز ودي بتقوي جسمك وتخليه اسرع واقوى. النوع التاني بيكون استحضار ودي بتخليك تستدعي حاجات اقوى من العالم الخارجي. ومش بس كده، ده بيقرا كمان عن المشعوذين، ودي فئه من الناس عندهم القدره في التحكم في المانا. ولكن مفتاح التحكم الحقيقي في المانا اسمه جوهره المانا، ودي بتكون حاجه صعبه جدا وشبه مستحيله لانها بتحتاج وقت طويل علشان تتكون. وبيقولوا كمان ان الصحراء بيفضلوا سنين وسنين طويله بيحاولوا ان هم يصنعوا الجوهره دي. وارس كالعاده بيتحمس جدا وبيقول ان هو لازم يبدا يجهز الجوهره بتاعته، ولسه بالفعل بيبدا ان هو يحضرها. ولكن اليس بتروح طبق عليه وبتقول له بتعمل ايه يا ابن المجنونه، وبتاخده وبتمشي. والوقت بعد كده بيعدي وارس بيكبر وبيبقى عنده 2 وابوه راي بيبدا يعلمه شويه حاجات، يعني مثلا ان يمسكه السيف لاول مره في حياته. ولكن كالعاده اليس بتدخل تتعصب جدا على راي لانها خايفه على ابنها. بتاخد بعد كده ارس وبيطلعوا للسوق، واثناء ما كانوا ماشيين يا صديقي في السوق ارس بيشوف السيوف وعينه بتلمع عليها، وبيبقى عايز واحد باي شكل من الاشكال، بس عارف ان امه في نفس الوقت مش هتوافق عليه. بس بيرجع يقول لنفسه ان هو في الجسم ده ما يقدرش يتحكم فيها، وبيفضل ان هو يكمل استكشافه للعالم بتاعه، واهله دايما معاه وبيبقوا مهتمين بيه جدا. وبيبدا يحس بالسعاده وبيقول ان هو فعلا محظوظ علشان عنده اب بالقوه ديت، عنده اب قوي يقدر ان هو يتحمى فيه ويتعلم منه. وبيلاحظ كمان ان قوه ابوه بتتطور مع الوقت، وبيفضل واقف يراقبه باعجاب. ولكن كالعاده اليس بتيجي تفصله في هذه الاثناء وبتقول له يلا حبيبي وقت النوم، سيبك من اللي انت واقف تعمله ده. بس ارس وقتها بيقرر ان هو يشتغلها المره دي ويشاور على الكتب وبيقول لها انا عايز اقرا شويه. في الاول طبعا بتكون رافضه تماما، ولكن بنظرته البراءه اللي طالعه من عينيه بتضعف وبتسيبه ان هو يقرا. ارس وقتها بيفرح جدا وبيقول لي النهارده هو اليوم اللي هبدا فيه صنع نواه المانا بتاعتي. بيركز وقتها بيجمع كل طاقه المانا اللي في جسمه، وبيبدا ان هو يضعفها علشان تتكون نواه في نقطه واحده. وفعلا والغريب بقى يا صديقي الطفل الصغير اللي قدامك ده بيقدر ان هو يعملها. ولكن فجاه الدنيا بتولع حواليه والبيت كله بينفجر وصوت بيهز المكان كله. اليس وارس وقتها بيجروا على ملا وشهم وبيكونوا بيدوروا على ارس يا
المساعده وبيلاقوه بالفعل وسط الدمار. بيتصدموا جدا لما بيعرفوا ان هو لسه حي لحد دلوقتي، بس كمان بيتفاجئوا بالقوه اللي هو وصل ليها وهو لسه عنده سنتين بس. بيلاقي بعد كده امه بتجري عليه وبتحضنه، وابوه بيحاول ان هو يحميه من الدمار اللي حواليهم وبيكون فرحان جدا. ارثر بيبص لهم كده باستعجاب وبيتكلم مع نفسه بيقول انا عارف ان عمري في حياتي ما هبقى لوحدي، يا عيلتي دي مستحيل ان هي تسيبني، وهفضل دايما طول حياتي مطمن لان في حد بينقذني في اللحظات الاخيره. وبنرجع بعد كده يا صديقي للماضي في حياه ارثر القديمه، وده طبعا لما كان الملك واسمه غرايو بيظهر في قاعه العرش ومعاه راجل اتهموه ان هو بيحاول يأذي الملك. وقتها الحرس بيجيبوا مراته وابنه، وساعتها الراجل بيفضل ان هو يتوسل للملك وبيقول له سيب مراته وابني وعاقبنا انا وبس. ولكن على مين ده غرايو كان قاسي جدا ومفيش في قلبه اي رحمه، وبيقتل الطفل الصغير والام كمان، وبيفتكر قد ايه كان الملك بارد وعديم الرحمه. بنرجع تاني للوقت الحالي يا صديقي، وارثر بقى طفل تاني وعايش مع راي واليس واتعود عليهم خلاص. راي وقتها بيفضل ان هو يعلمه القتال بالسيف وبيستخدم المنع قدامه، ووقتها بيظهر قوه كبيره الراي. وبعد كده يا صديقي بنشوف راي واليس وهما بيتكلموا بخصوص تدريب ارثر، وراي بيتكلم وبيقول ان هو شايف ارثر محتاج شويه تدريب على ايد مدرب قوي لانه موهوب بزياده. ولكن اليس طبعا بتخاف عليه وبترفض تماما ان هو يبعد عنها، وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين شويه. ولكن ارثر بيدخل كالعاده وبيحلها بطريقه ذكيه وبيشغل دماغه عليهم وبيقول لهم طب ما نروح كلنا سوا. وساعتها بقى اليس بتوافق بالفعل. بيبداوا ان هم يجهزوا حالهم يا صديقي لحد ما بتيجي مجموعه، وواحد منهم بيتكلم وبيقول له الارثر انت اكيد مش هتفتكرني لان وقت ما شفتني كنت انا صغير. ولكن ارثر بيكون فاكره كويس قوي، بيعرف ان هو واحد من فرقه التوينز اللي كان اليس وراي تابعين ليهم قبل كده. بيتجمع الفريق وبيتعرفوا على ارثر الاسطوره، بيركبوا بعد كده عربيه بتجرها خيول وبيبداوا الرحله بتاعتهم لمكان التدريب. ارثر وقتها بيكون قاعد بيفتكر مع نفسه التطور اللي كان حصل عليه زمان، وان حياته دلوقتي حياه بدائيه جدا. بيبدا يقارن وسائل المواصلات في العصر بتاعهم الحالي وزمان ايام الملك. ولكن فجاه بيقفوا في الطريق لان في ذئاب ظهرت قدامهم، وبينزل الفريق بالفعل ان هو يتعامل معاهم بسرعه. ارثر بقى ابن الخبيثه بيكون قاعد على الجانب الاخر كالعاده، بيراقب قدرات كل واحد فيهم وبيعرف كل واحد قوته عامله ازاي. زي مثلا بيلاحظ ان جاسمين طلعت قويه جدا وقوتها تعزيزيه، وادم وهيلين نفس النظام. اما بقى انجيلا ودريم بيلاحظ ان هو معاهم قوه الاستدعاء، وبعد المعركه الفريق بيبدا ان هم ياكلوا سوا. بس في نفس الوقت ارثر بيلاحظ ان اليس مش بتاكل، وبيروح يسالها عن السبب الحقيقي وراء كده، فبتقول له ان هي شبعانه. وبعدها اليس بتلاحظ ان في جروح في ايد جوزها، فبتروح علشان تعالجه من غير ما اي حد يشوف. ارثر وقتها بيدرك بقى وبيفهم ان قوه والدته قويه جدا ونادره، ولو حد عارف ان هي بتستخدم النوع ده من المنع هتبقى في خطر كبير. وعلشان كده يعتبر هي عايشه حياه بسيطه مستخبيه في الارياف مع راي. وفي نفس الوقت ده بيجي ادم اللي بيكون مدرب ارثر، بيعرفه ان التدريب هياخد منه وقت طويل والافضل ان هم يبداوا دلوقتي. وساعتها ارثر بيبقى حاسس ان الموضوع هيبقى صعب شويه عليه، وفعلا بيبداوا ان هم يتدربوا مع بعض، وارثر بيفاجئ الجميع بقوته. ده حتى ادم نفسه اتفاجئ بصراحته، وكل وقتها بيكون مستغرب من الطفل ده وبيغلوا منه، وبيبداوا ان هم يقتلوه زياده حبتين. ولكن انجيلا بتلحق ارثر في هذه اللحظه وبتمسكه بكل قوتها. وبعد ما بيخلصوا التدريب جاسمين راحت لارثر علشان تعرف منه سبب قوته اللي عنده دي والسر اللي هو مخبيه. ولكن على مين يا باشا، ده ارثر ما بيريحش ابدا وقتها ولا كان مهتم بيها وفضل ساكت. وتاني يوم بنشوف ارثر لما بيكمل التدريب بتاعه زي المعتاد، وكان راي وقتها معاه في التدريب. جاسمين وقتها كانت بتحاول ان هي تقرب منه باي شكل من الاشكال، وارثر اتعلم بسرعه واستخدم جبروته في حياته السابقه في التدريب. وبعد فتره التدريب كان المفروض ارثر والعائله بتاعته يرجعوا يمشوا من المكان ده، وجاسمين وقتها قبل ما يمشي قدمت له سكينه كتذكار منها. واثناء ما كانوا في الطريق بتاعهم ظهر قطاع طرق وهجموا عليهم، ولكن انجيلا اتصدتهم بسحرها. والقتال بدا بينهم في هذه الاثناء، وبعد شويه دارين استخدم كره سحريه ضرب بها قطاع الطرق. وراي وقتها كان بيتصدى لهم بكل قوته، ولكن واحد منهم غدر بيه وهجم على راي من ظهره. بس هيلين قدرت ان هي تصيبه بسهم، وابتدت المعركه تولع يا صديقي. وفريق ارثر بيحاول ان هم يقاوموا قدامهم، ولكن للاسف قطاع الطرق كان عندهم عدد اكبر بكتير، وابتدى الفريق ان هو يتعب. وقطاع الطرق قدروا ان هم يتغلبوا عليهم، وراي اتصاب اصابات قويه. ولما ارثر حاول ان هو يقرب منه، راي طلب منه ياخد اليس ويجري من هنا، ولكن ارثر رفض ان هو يسيبه ويجري، وقال له ان هو اقوى بكتير دلوقتي وهيقدر ان هو يساعده. راي بدا ان هو يصرخ في هذه الاثناء، وقال له المفروض ان هو يحمي اليس لان في بطنها مولود جديد. وده خلى ارثر يتذكر لما كانت اليس بتتعب وما كانتش قادره ان هي تاكل. وبالفعل بعد معاناه كبيره قرر ارثر ان هو يسمع كلامه اخيرا وياخدها ويهربوا. ولكن فجاه ظهر قدامهم واحد من قطاع الطرق ولاد اللذينه، وكان عايز ان هو يضرب اليس. ولكن ارثر لحقها وقرر ان هو يحميها، والضربه جت فيه هو، وبسبب كده وقع على الارض وقتها. ولكنه في نفس الوقت قرر ان هو ياخد القاتل معاه، وافتكر السكينه اللي كانت موجوده والبنت ادتها له، فطلع الحبل اللي كان فيها وضرب برجل الراجل وشده معاه وهو بيقع يا صديقي. وقتها بقى ارثر فهم قيمه العيله بتاعته وقد ايه الراجل كان بيعاني ومستعد ان هو يموت علشان ابنه ومراته يعيشوا. وبيمر الوقت، وبعد شويه بيفوق ارثر
يا صديقي ولقى نفسه وقتها في كهف غريب قدام كائن غريب، ولما بيحاول يهرب منه الكائن ده ضربه ضربه قويه جدا وقع على الارض. بعد كده كائن اتكلم وقال له ان هو دلوقتي قدامه مشوار طويل علشان يتعلم، وان هي المفروض هنا علشان تساعده. وراحت بعد كده قدمت له الاكل وقالت له انت اكيد جعان فلازم تاكل الاول. وبالفعل بدا ارس ان هو ياكل بسرعه، وبعد ما خلص سالها لو كانت تعرف حاجه عن اهله، بس هي اتكلمت وقالت له ان هي مش بتخرج من المكان ده ابدا، ولكنها دلوقتي تقدر تشوف لابعد الحدود. وفعلا استخدمت سحر من ايدها علشان ارس يقدر ان هو يشوف اهله، واتضح بالفعل ان هم بخير. ساعتها بدا ان هو يحمد ربنا ان هم بخير، وشكرها بعد كده على اللي هي عملته. وبيعرف بعد كده ان هي اسمها سيلفا. وبتمر الايام يا صديقي، وارس بيكون قاعد جوه الكهف بياكل وبيشرب لحد ما جروحه بتخف تماما وقوته بيرجع من تاني. واتضح له بعد كده ان المكان اللي هو موجود فيه طرف غابه اسمها الشاير، وده مكان كان مليان بالحيوانات وقطاع الطرق، ولكن سيلفا كان عندها طريقه تقدر تهرب بيها ارس من المكان ده. وفي يوم من الايام كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض، وسيلفا بتتكلم وبتقول انا عارفه كويس قوي ان انت هتموت وترجع لاهلك، ولكن للاسف انا محتاجه شويه وقت علشان اقدر اهربك من هنا. ولكن ارس يا صديقي كان مش سامعها ابدا، وكان وقتها مندمج في التدريب وعمال بيفكر اصلا ان هو من ساعه ما دخل المكان ده وسيلفا ما اتكلمتش عن نفسها نهائيا. وبالرغم ان هي منظرها شبه الوحش كده وتخوف، ولكن هي طيبه جدا وحنونه. ولما ارس بيخلص التدريب بتاعه بيقعد جنب سيلفا وبيبدا ان هو يتدرب على المانا بتاعته. فسيلفا وقتها بتتكلم وبتكون مستغربه، بتقول له بالنسبه لطفل زيك صغير كده المانا اللي عنده دي قويه جدا. بعد كده بتجمع سيلفا المانا بتاعتها كلها في ايدها، وبتبدا تسال ارس عن يا ترى هو عارف ديت ايه ولا لا. وبالفعل ارس وقتها بيبدا ان هو يفهمها كل شيء عن المانا. وبعد كده سالته اذا كان عايز يتعلم جمع القوه في ايده، وارس فعلا بيوافق وقتها على طول من غير ما يفكر. فوقتها سالته يا ترى هتعمل بيها ايه لما تتعلمها، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو يحارب كل اعدائه. ووقتها قالت له ازاي هتبقى فرحان وانت دماغك مليانه كراهيه. في نفس الوقت ساعتها بدا يفتكر حياته زمان لما كان ملك، وان دي كانت اسلوبه ان هو يحل كل حاجه بالعنف والكراهيه. ولكن سيلفا وقتها بدات ان هي تفهمه الموضوع ببساطه، وقالت له القلب اللي بيمتلك كراهيه عمره في حياته ما بيقدر ان هو يهدى. وبعد كده بدات ان هي تساله من تاني طب دلوقتي لو انت اتعلمت القوه هتستخدمها في ايه ارس؟ فارس وقتها سكت شويه وبدا ان هو يفتكر اهله، ورد عليها بعد كده وقال لها ان هو قرر ان هو يحمي اهله ويحافظ عليهم وبس. وقتها سيلفا فرحت جدا بكلامه وقررت ان هي تبدا تعلمه بالفعل، وساعتها بيتعلمه ازاي يجمع كل المنى بتاعته في سلاح واحد. وارس وقتها كان بيحاول ان هو يتحمل الضغط والقوه الجديده، وكان بيفتكر حياته القديمه وقدرته على التحكم. وقدر وقتها بالفعل بعد معاناه كبيره ان هو يتحكم في المنى بتاعته وجمعها في سلاح واحد. بس بعد كده سيلفا زقته وقفلت عليه بين الصخور علشان تحميه من الكائن اللي دخل عليهم. وبعد شويه ارس بيبدا ان هو يبص من فتحه صغيره، واتصدم اول لما شاف الكائن اللي واقف قدامها ده، وان هو نسخه من سيلفا حرفيا بس صوته كان راجل. سمعه وقتها بيتكلم مع سيلفا بيقول لها انت كنت فاكره ان انت تقدر تستخبي مني؟ انا بشم ريحه دمك، تعالي معايا دلوقتي حالا احسن لك. بس سيلفا وقتها رفضت ان هي تروح معاه، فهجم عليها بقوه المنى بتاعته، وقدرت بالفعل بعدها ان هي تصدها. وكان وقتها حصل معركه جامده جدا بين سيلفا والكائن ده، وسيلفا طلعت كل قوتها رغم تحذير الكائن ليها، وان اللي هي بتعمله ممكن يكون ضرر ليها، ولكنها ما اهتمتش ابدا وطلعت كل المنى بتاعتها. وقت ما طلعت المنى بتاعتها ارس اتصدم حرفيا اول لما بيشوفها ان هي رجعت لشكلها الحقيقي وطلعت تنين ابيض ضخم. ووقتها الكائن ده اتكلم وقال لها ان قوتها ده هتكلفها كتير واللي هي بتعمله، فردت عليه وقالت له ان هي مبسوطه جدا باللي هي عاشته ومش فارق معاها اي حاجه بعد كده جايه حتى لو هتموت. وبعدها تعبت ووقعت على الارض يا ساده. ارس وقتها كان قلقان جدا وطلع يجري علشان يطمن عليها، وكان مصدوم من شكلها، فسالته يا ترى شكل احلى كده، ولكنها في نفس الوقت طلبت منه ان هو يخرج بسرعه من المكان، وان هو بالقوه اللي اتعلمها يقدر يحمي نفسه بالفعل. في نفس الوقت ادته بيضه سحريه وريشه وقالت له ان هو يحتفظ بهم كويس قوي لان هيكون ليهم وقت استخدام. ورسمت بعد كده وشمه على دراعه وعرفته وقتها ان هي كانت ممكن ترجعه للبيت على طول بقوتها، ولكن هي كانت مبسوطه ان هو عايش معاها. وطلبت وقتها منه ان هو يمشي، وساعتها ارس كان بيعيط ومش عايز ان هو يسيبها ابدا، ولكنها صممت ان هو يمشي. وبعد الحاح كتير بالفعل قدرت انها تقنعه، راح عند البوابه السحريه وودعها وقال لها ان هو مش هينساها ابدا. وبعد ما مشي كان بيفوق وقتها بيضرب سيلفا ضربه قويه جدا، وقال لها ان ضربتها ما كانتش قاتله، ولكن سيلفا استخدمت اخر قوتها وضربته من تاني وانفجرت وقتها. واثناء ما كان ارس ماشي في الممر السحري بدا ان هو يسمع صوتها وبيفتكر كلامها، وكانت دايما بتقول ان هو يقدر، وفضلت ان هي تشجعه. وبالرغم ان هو كان بيقول لها مش هيقدر ان هو يكمل لوحده، ولكنها فضلت تقول له ان هي واثقه فيه ان هو يقدر يكمل. ووقتها قالت له وداعا ايها الملك غراي، وساعتها اتصدم ان هي عرفت اسمه القديم اساسا. وبعد كده فاق من التفكير اللي هو كان فيه ولقى نفسه خرج من الكهف وبقى في الغابه تحديدا. ولما ارس بيفوق في الغابه بيسمع صوت صريخ، فبيجري بسرعه وبيتسلق الشجره لحد ما بيوصل لمصدر الصوت دوت. وهناك بقى بيشوف عصابه بتخطف طفله صغيره، وبيسمع الزعيم بتاعهم وبيتكلم وبيقول ان بنات الجن بيتباعوا بسعر عالي، وان هم هيكسبوا كتير من وراه
وراهم، وارس بيتصدم ساعتها وبيقرر ان هو يساعد البنت دي. وساعتها بيفتكر اللي حصل له لما قطاع الطرق هجموا عليه هو واهله، وبيفتكر كلام سيلفا وهي بتقول له خليك شجاع وفكر دايما ان انت وعدت ان انت هتساعد الناس بقوتك. بس بيقرر وقتها ان هو ما يخليش الغضب يسيطر عليه علشان يحط خطه كويسه. فبيبدا يراقب العصابه بالفعل هم ماشيين في الغابه من غير ما يحسوا ابدا بيه. ولما بيجي الليل بيشوف ارس الاطواق السحريه اللي حوالين رقبه الكلاب، وبيقرر ان هو يستغلها ويرمي لهم شويه مكسرات تخليهم يتعصبوا شويه ويعملوا دوشه. وساعتها زعيم العصابه بيتضايق جدا وبيقول لهم يسكتوا الكلاب قبل ما تجذب وحوش الغابه. وبيروحوا بعد كده واحد منهم يضرب الكلاب، وفي نفس الوقت ارس بيظهر وبيهجم بالمنى بتاعته وبيوقعه وبياخد منه السلاح بتاعه. افراد العصابه بيشكوا في التاخير ده وبيروحوا علشان يشوفوه. وساعتها ارس بيهجم على التاني وبيقدر ان هو يقتله وبيقدر ان هو يجرح التالت، لغايه ما بيجي الزعيم بتاع العصابه بنفسه بيتفاجئ من ارس طفل صغير وبيمتلك قوه سحريه بالشكل ده. وبيتكلم مع نفسه وقتها بيقول ان ده ممكن يكون كنز حقيقي، فبيحاول ان هو يضمه ليه بدل ما يتقاتل معاه. ولكن وقتها بيغدر بوه بيهجم عليه بالمنى بتاعته، ولكن ارس بيقدر ان هو يتفادى الضربه وبيهجم عليه بالخنجر اللي جاسمين عطته له. بس الراجل بيقدر ان هو يتصدى الضربه وبيمسكه وبيقول له الحيله بتاعتك ذكيه، ولكن الشرير بيهجم بكل قوته وبيقدر ان هو يوقعه على الارض، وبيعرفه ان هو شاطر جدا ولكنه ضعيف. وساعتها ارس بيتجنن حرفيا يا ساده وبيستخدم منى ناريه وبيولع في رجل الشرير. الزعيم وقتها بيجن جنونه حرفيا وبيقول له ان هو هيبيعه حتى لو كان جثه. فساعتها ارس بيستخدم سكينه جاسمين بالخيط وبيقدر ان هو يقتله. وبعد كده ارس بيجري وبيحرر البنت الجنيه اللي هم خطفوها وبيغطي جثث العصابه. ولما بيحاول ان هو يسيبها ويمشي في المكان بتمسك ايده وبتقول له ان هي خايفه تبقى لوحدها، وحكت له الحكايه بتاعتها ان هي اتهنت وهي بتجري ورا الفراشات. وهو افتكر خوفه زمان وهو صغير فقرر ان هو ما يسيبهاش ابدا. ولما شاف الكلاب المسحوره حاول ان هو يفتكر يتصرف معاهم ازاي، ولكن البنت قالت له ان هم لازم يحرروهم دلوقتي وفكت الطوق بتاعهم وسابتهم يمشوا. ارس وقتها كان مستغرب من طيبتها الزايده دي، وبعد كده قال لها يلا بينا نرجع للبيت. وفضل ارس بالفعل ماشي مع الجنيه في الغابه وسالها بعد كده عن اسمها، فردت وقالت له ان هي اسمها تيسيا، وهي كمان سالته عن اسمه وقال لها ان هو اسمه ارس. بس في نفس الوقت كان ملاحظ ان هي بتتصرف معاه زي ما سيلفا كانت بتتصرف بالظبط بنفس التصرفات والكلام والطريقه. وبعدين سالته بتعمل ايه في الغابه هنا، فرد عليها بطلنا وقال لها ان هو تايه زيه زيها وبيحاول ان هو يرجع لاهله. وفي وسط كلام بتلف حواليهم حشرات بتنور وبتتضح ان الكائنات دي موجوده في المملكه بتاعه اليونور، وبيستخدموها علشان يقدروا ان هم يوضحوا الطريق ليهم وبيكملوا الطريق. ولكن في الوقت ده بيشوفوا كلب ماشي وراهم. ولما بيجي الليل يا صديقي بيخيموا هما الاثنين، وبيسمع ارس وقتها صوت الكلب، وتيسيا بتكون خايفه جدا فبيفضل جنبها لغايه ما تنام. الرحله بتطول بيهم وارس بيفضل مع تيسيا وبيساعدها في الطريق الصعب لغايه ما يوصلوا للمملكه بتاعتهم. ولكن ارس بيشعر بالم غريب جدا في جسمه في هذه اللحظه، وتيسيا بتحاول ان هي تدور له على اي اعشاب تخفف عنه. وفي نفس الوقت واثناء ما كانوا واقفين يا صديقي بيشوفوا حاجه غريبه، كلب بيجري عليهم وبيكون معاه خنزير بري كهديه. ساعتها تيسيا بتفهمه ان الكلب ده بيرد له الجميل علشان هو قدر ان هو يحررهم وخليهم يمشوا في سلام. وتيسيا وقتها بتبدا تحكي له الحكايات اللي بتتحكي في المملكه عن الاقزام والبشر، وان هم كانوا بيقولوا ان البشر اشرار وده اللي كان بيخليهم يخافوا منهم. ولكن وقتها ارس ما بيكونش قادر ان هو يستحمل الكلام الكتير من كتر التعب، وبيقرر ان هو ينام وقتها علشان يرتاح. وبعد فتره وهم مكملين في طريقهم يا صديقي تيسيا بتتكلم وبتقول لارس ان هم لازم يبقوا اصدقاء بعد الرحله اللي مشيوها مع بعض دي. ارس وقتها بيفكر في كلمه صديقه وبيفتكر ان هو لما كان ملك كان عنده اصدقاء خانوه وكان مضطر ان هو يقتلهم، وبيرفض وقتها فكره الصداقه دي تماما. وتيسيا وقتها بتزعل جدا وبتقول له انا كنت بس عايز اقرب منك اكتر واكتر، وبتسيبه وبتمشي. واثناء ما هم ماشيين يا صديقي بعد كده بيوصلوا لبوابه مملكه اليونور، وهي بوابه سحريه مخفيه جوه شجره. ارس وقتها اول لما بيوصلوا بيسالها يا ترى دي مملكتك، وتيسيا بترد عليه وبتاكد له ان هي، وبتدخل للبوابه بعد كده وبتقول له تعالى معايا. ولكن اول ما ارثر دخل من البوابه جم حراس وقالوا ان في دخيل لسه داخل من البوابه بتاعه الانتقال. وساعتها ارثر اتقبض عليه من حراس المملكه، ورئيس الحراس امر بقتله. بس ولكن قبل ما يقتلوه تيسيا صرخت بأعلى صوتها وطلبت منهم ان هم يوقفوا اللي هم بيعملوه، لان ارثر هو اللي انقذها من مجرمين. بس ولكن للاسف مفيش اي حد صدقها. وفجاه كده جدها ظهر من بوابه انتقال وطلب منهم ان هم يسيبوه، وطلع ان جدها هو الحاكم السابق للمملكه. وشكر ارثر وقتها لانه انقذ حفيدته اللي هي الاميره بتاعه المملكه. وقتها ارثر اتصدم حرفيا ان تيسيا اميره وكانت مخبيه عليه. وبعد كده ظهر ابوها وامها، بس ولكن ابوها ما كانش عايز بشر زي ارثر كده موجودين في المملكه كلها. ولكن تيسيا فضلت ان هي تضغط عليه لحد ما وافق بالفعل. وساعتها ارثر اول لما بيبص للراجل ده بيكون حاسس ومتاكد ان هو عنده قوه مرعبه. وبعدها تيسيا بدات ان هي تفرجوا على المملكه كلها، ولاحظ ان هي مختلفه عن عالم البشر اللي كان فيه. ولكن كل السكان اللي كانوا هناك كانوا بيكرهوه، كانوا باصين له بنظرات كره كلهم، وما كانش اي حد طايقه. وبعد ما خلصوا يا صديقي طلب ارثر ان هو يتكلم مع الملك والملكه، وفعلا قعدوا كلهم على الاكل علشان يتكلموا. واهل تيسيا وقتها بدأوا ان هم يقدموا نفسهم. الاب كان اسمه كالديون والام مريال. وارثر
بدأ ان هو يعرفهم باسمه وبدأ ان هو يحكي لهم كل اللي حصل معاه من اول ما قطاع الطرق هجموا عليه لحد ما دخل الكهف عند سيفيا، ولما انقذ تيسيا من الناس اللي كانوا عايزين يبيعوها في سوق العبيد. وقتها الراجل اتهم البشر ان هم وحشين واشرار، بس ارسا قال له ان هم مش كلهم كده. وفيريون اكدت كلام بطلنا في هذه اللحظه وقالت له زي ما كان في بشر عايزين يبيعوا بنتك في سوق العبيد، في بشر برضه زي ارسا انقذوها. بس ولكن وقتها الملك كان واضح ان هو مش مقتنع تماما ان هو اللي انقذها بالفعل، فارسا اتكلم وقال له ان هو ساحر واستخدم سحره علشان ينقذها. بس ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي، ومحدش مصدقه ابدا غير الجد فيريون. وبعد ما اخيرا اهل تيسيا صدقوا طلب ارسا منهم ان هم يساعدوه يرجع لاهله من البوابه السحريه، ولكن قالوا له ان هي مقفوله ومش بتفتح غير كل 7 سنين، بس الملك هيوفر له حراس توصله لمدينه البشر. وفي وسط كل ده صديق ارسا بدا ان هو يحس بتعب شديد والم مش مفهوم تماما، وشكله كده كان عنده مرض او محتاج اي علاج في الوقت ده. وفي الليل شاف تيسيا وهي واقفه مع اهلها وكانوا فرحانين جدا برجوعها، وكان وقتها مشتاق ان هو كمان يرجع لاهله. بس تيسيا وقتها خدت بالها ان هو زعلان وراحت تلعب معاه علشان تقدر ان هي تفرحه شويه. بس ولكن وفجاه واثناء ما كانوا واقفين مع بعض ظهر حواليهم حشرات مضاءه كتير، وارسا وقتها شاف صوره اهله فيهم. بعد كده جد تيسيا ابن المجنون رمى حشره مضاءه عليها بكل قوه، فارسا جري بكل سرعته وصدها عنها. وبعدها بيعرف ان الجد كان عامل له اختبار علشان يقدر ان هو يشوف قوته يا ساده. وبعد كده اديله سيف خشب وطلب منه ان هو يقتله بكل قوته، وارسا بالفعل ما كدبش خبر وهجم عليه، ولكن الجد كان قوي وسريع وقدر بالفعل ان هو يكسر السيف بتاعه بكل سهوله. فارسا استخدم سحر قوي جدا، ولكن برضه فيريون كان قادر ان هو يصده بضربه، وكانت عيونه وقتها مليانه غل وشراسه زي الحيوانات المفترسه. وبعد ما خلصوا اللي هما بيعملوه فيريون عرض على ارسا ان هو يدربه ويكون التلميذ بتاعه، ولكن ارسا اعتذر له وقال ان هو لازم يمشي بكره علشان مشتاق لاهله جدا. بس الجد فاجئه وقال ان هو لو ما قعدش دلوقتي هيبقى في خطر على حياته. وفي اليوم اللي بعد كده صديقي بيعرف الملك بقرار الجد وبقى معترض جدا، وبيقول له ان وجود بشري في المملكه بتاعتهم شيء غير مرحب بيه. ولكن فيريون بيكون مصمم وقتها وبيمشي رايه، وبياخد بعد كده ارسا وتيسيا وبيروحوا مشوار. ووقتها الجد بيلاحظ ان تيسيا مرتاحه جدا وفرحانه لوجود ارسا يا ساده. وساعتها جدها بيفهمه ان حفيدته عانت من الوحده بسبب نفاق الاصحاب، وبيشكره وقتها لانه وفر لها الصديق اللي كانت هي محتاجاه. وبيبقى ارسا وقتها اللي شغل تفكيره كله من الشخص المهم يا ترى اللي هيروح له الملك السابق بنفسه. بيوصلوا بالفعل بعد كده عند بيته وبتخرج منه ست عجوزه، وبيعرفها فيريون ان هي صديقه ليه وان هي صاحبه موهوبه جدا. ولما بيدخلوا الست بتقول لارسا ان هي شافت جزء من ماضيه وان هو مميز جدا، وساعتها بيطلب منها ان هي تستخدم سحرها علشان يشوف اهله ويطمن عليهم. وبالفعل بتعمل كده وبيشوفهم ارسا وبيطمن عليهم وبيكلمهم كمان، وبيقول لهم ان هو عند مملكه الالف وان هو هيرجع قريب، وبيعرفهم ان هو بيحبهم جدا. وقتها اليس وراي بيفرحوا قوي ان ابنهم لسه عايش بعد ما كانوا فاقدين الامل تماما ان هم هيلاقوه. وبعد كده بيرجعوا للقصر الملكي، واول لما بيوصلوا هناك بيكتشفوا ان الملك والملكه خلاص موافقين على وجود ارسا معاهم. والجد بيفرح جدا بالقرار بتاعهم ده وبيقول لهم ان هو هيكون المسؤول عنه. وبعد كده تيسيا بتطلب من ابوها ان هم يسمح لهم ان هم ينزلوا يلفوا في المملكه شويه. بس اول لما بيوصلوا هناك ارسا بيلاحظ ان الجن مش حابينه خالص، وبيلاقي ولد في سنهم بيسخر منه وكمان بيتحداه. وبالفعل ارسا وقتها بيوافق على التحدي، ومن اول ضربه الولد بيقع على الارض وبيغمى عليه. وبتاخد تيسيا ارسا وبيهربوا من المكان، ويوم ورا التانيه صديقه ارسا بيتعلق بتيسيا لانها دايما بتدعمه. وبيفتكر ارسا في نفس الوقت كلام الجد ان تدريبه قاسي وصعب جدا وان هو لازم يصبر علشان يتعلم. وبعد كده ارسا بيوعد تيسيا ان هو هيبذل كل مجهوده علشان يبقى شيء مهم في الحياه، لان واضح ان المستقبل مخبي ليه امور كتيره. نشوف ارسا لما اخذ القرار بتاعه ان هو هيفضل في مملكه اليونور لفتره طويله، وده طبعا لحد ما يخلص تدريبه مع فيريون وكمان يساعده في علاجه من نواه المنى اللي موجوده جواه بتهدد حياته بالخطر. بنشوف بعد كده ارسا وهو مع الجنيه الصغيره، وساعتها بيسالها ايه كل الناس اللي موجودين دول ورايحين فين كده، فبترد عليه وبتقول له ان هم عندهم اجتماع مع الملك والملكه، وبعدين بتديله سندوتش وبتقول له ما تركزش مع اي حاجه وخليك في حالك انت، واتفضل بقى يا استاذ كل السندوتش اللي في ايدك دوت علشان هنروح نتدرب بعدها. بيجي بعد كده وقت التدريب يا صديقي بالفعل، وبنشوف ارسا وتيسيا وهما بيتدربوا سوا. الجد وقتها بيقول لهم عاش يا حلو انت وهي، ولكن انتوا لازم تكونوا اسرع من كده بكتير، وبيدوهم بعد كده سيوف علشان يتدربوا على المبارزه. والعيال بتكون متحمسين جدا، وهوب هوب يا صديقي بيقطعوا بعض حرفيا. وقتها الجد بيبتسم وبيكون فرحان وبيتكلم مع نفسه بيقول هما كده زي الفل ومستعدين يعلوا الليفل كمان. التدريب بيستمر لوقت طويل قوي لدرجه ان تيسيا بتفرهد منهم حرفيا، بس ولكن ارثر بيكون عكسها تماما ولا اي حاجه اثرت عليه وبيستمر مع الجد وقتها. والله عاش يا اخي كم انت عظيم يا ارثر. المهم بعد كده فيريون بيفضل ان هو يتكلم معاه بخصوص جوهره المنى اللي عنده، بيعرفه ان هو مع التدريب هيقدر ان هو يتحكم فيها، وهتظهر بعد كده واحده من الخواص الاربعه يا صديقي، سواء بقى الميه او النار او الارض او الرياح، ودي بتكون الخاصه بالمنى بتاعته. وبيعرفه ان ده شيء هيتحدد
على حسب ميوله واصول دمه كمان. وبعدها بيعرفوا ان عشيره الجن جوهرهم بيدور حوالين الميه والرياح والارض، اما الاقزام بيميلوا لعنصر الارض والنار. ولكن يا واد يا ارثر البشر طلعوا شياطين بجد، وهم اللي بيقدروا يتحكموا في العناصر دي كلها سوا. وساعتها ارثر بيتفاجئ جدا ان البشر هم الاقوى من كل الناس. بس فيريون بيكمل كلامه بيقول ان سوء تدريب البشر خلى كل واحد فيهم يتحكم في عنصر واحد وبس، ونادر منهم جدا اللي يقدروا يتحكموا في العناصر كلها سوا. بس ساعتها تيسيا بتتنصح وبتصحح على جدها وبتقول له طب ليه ارثر ما استخدمش السحر بتاعه زي وقت المبارزه؟ فرد الجد وقال لها ان عنده مشكله جواه، لان المنى بتاعته حامله لاراده وحش شرير والطاقه بتاعته قويه جدا. ووقتها بالفعل ارثر ما بيعديش دقيقه عليه وبيحس بالم شديد جدا في جسمه. فالجد بيدرك وقتها ان الالم ده ناتج عن عدم توازن جسمه مع قوه اراده الوحش اللي موجود في المنى بتاعته. وساعتها ارثر بيفكر وبيقول ممكن الطاقه اللي موجوده جواه ديت انتقلت له عن طريق سيلفا التنين اللي كان قابلها قبل كده. بيكمل كلامه الجد بعد كده بيقول له علشان اعالجك يا باشا لازم اصلح الخلل دوت وارجع التوازن مره تانية. بس ساعتها طاوله اللسان اللي اسمها تيسيا بتتكلم وبتقول لجدها لا ده بيتألم بسبب الضرب اللي انا بديهوله. ارثر وقتها كطفل بيتضايق جدا من الكلام بتاعها وبيرد عليها بيقول لها ضرب مين يا حلوه انت، ده انت على الله حكايتك خالص. بس الجد وقتها بيقول له مش عايز اضايقك يا ارثر، بس في عالمنا الطفل اللي بيقدر يستخدم المنى جواه هو في عمر ال10 سنين بيبقى موهوب. علشان كده انا عندي حفيده نادره جدا من نوعها لانها قدرت ان هي تستخدم المنى من جواها وهي عندها 9 سنين وبس، ومن وقتها وهي شاطره جدا في المعارك وعلشان كده انا باخدها معايا لكل مكان. بعد كده الجد بيساله يا ترى انت مستعد لبدايه العلاج ولا لا؟ فالولد بيرد عليه بكل شجاعه وبيقول له مستعد يا باشا. بيحط ايده فيريون بعد كده على ايد ارثر علشان يبداوا العلاج، ولكن فجاه بتخرج طاقه ذهبيه كبيره من صدر ارثر وبتطيح بفيريون. وتيسيا كمان طويله اللسان بتترمي على الارض هي كمان، والولد بيصرخ ساعتها باعزم ما فيه وبيقع بعد كده على الارض يا صديقي، وبتظهر علامات ذهبيه تحت عينه وبعدها بيغمى عليه تماما. وقتها الجد بيقوم وبيقول انا مش فاهم ايه اللي حصل في المكان هنا ويا ترى ايه السحر ده كله. وبعد فتره بيصحى ارثر يا صديقي وبيلاقي فيريون قاعد جنبه وبيطمن عليه وبيساله ساعتها منين الطاقه الوحشيه دي جبتها. ارثر بيسكت لدقيقه كده ولكن بيرد عليه بعد كده وبيقول له انا هقول لك الحقيقه بصراحه كده انا جبتها من تنين. الجد وقتها حرفيا ما بيكونش مصدق اللي هو بيسمعه ده وبيقول له يا ولا انت تقول لحد على الموضوع دوت لان طاقه التنين ده هتجيب لك المصايب يا ارثر. ارثر وقتها بكى بلطف وقال له كفايه خوفك عليا انا مش هقول لاي حد ابدا. الجد وقتها بيقول له على ايه يا باشا ده انت التلميذ بتاعي اللي انا بحبه وبدربه وعايز اقول لك ان انا ممكن اخرجك من هنا خلال 4 شهور مش بس سنتين. الولد ما بيصدقش يعني وبينط من على السرير وبيقول له احلف كده علشان اصدق. الجد بيرد عليه بعد كده وبيقول له ان في تبادل ثقافي هيحصل بين المماليك قريب وهيفتح مدخل مدينه اكسيروس. وساعتها ارثر اول حاجه بيفكر فيها هي اهله وبيبان عليه ان هم وحشوه جدا قوي. ساعتها الجد بيرد عليه وبيقول له لا هانت خلاص وما تعيطش يا حبيبي وروق كده علشان بكره في تدريب اصعب من ما كنت تتخيل، انت لازم تستعيد صحتك من جديد. وبيسيبه بعد كده ويمشي. ارثر بيبدا ان هو يستريح طوال اليوم وبيفضل بالليل يفكر ان 4 شهور مده قليله جدا على التدريب ومش هيقدر يعمل فيهم حاجه. بس ولكن ما باليد حيله، وهو بيفكر كده مره واحده يا صديقي بيلاقي البيضه بتاعه التنين اللي ادتها له سيلفا بتلمع بالوان كتيره وبدات وقتها ان هي تتكسر، ومره واحده شاف كائن جواها بيخرج. بيبص لها بعد كده بكل دهشه وبيقول يا دي المصيبه، ده انا كنت فاكرها ان هي حاجه سحريه كده وخلاص، ده طلعت بيضه بجد وبتفقس. بس هو فجاه بيخرج منها كائن غريب شبه القطه وبيكون كيوت وليه جناحات صغيره ولونه اسود. ارثر وقتها اول لما بيشوفه بيبتسم له ابتسامه معناها ايه الكياته دي يا صديقي انت. بيشيله بعد كده من على الارض وما بيكونش عارف يعمل معاه ايه ولا ايه، ولكن بيتكلم مع نفسه بيقول هو تنين صغير بس ايه السكر والعسل اللي هو فيه ده. بيكون فاكر ان هو كيوت وسكر لحد ما بيجرب عضته، والولد بيفضل ان هو يصرخ من كتر الوجع، ولكن فجاه بيظهر وشم مكان العضه. بيصرخ وبيقول له يا ابن الغداره انت اللي عضتني كده، ولكن بعدها بيكتشف ان هو قادر يفهم كلام السكر الصغير اللي معاه. بيفرح وقتها ارثر جدا بالتنين الصغير اللي معاه وبيسميه سيلفا على اسم التنين اللي قابله قبل كده. بيبص ساعتها للوشم وبيكون مستغرب وبيقول ان هو واضح ان العلامات دي مهمه جدا ولسه هيكتشف منها حاجات كتيره. وبعد كده بيروحوا هما الاتنين في النوم زي القتله بالظبط. وتاني يوم يا صديقي تيسيا بنت المجنونه بتروح علشان تصحيه، واول لما بتدخل جوه بتلاقي التنين الصغير نايم جنبه، فبتصرخ مره واحده وبتقول له ايه الحلاوه ده، انا عمري في حياتي ما شفت حاجه كيوت كده، انا هاخده ماليش دعوه. التنين حرفيا بيتخانق وبيفطس تحت ايديها وبيبص لبطلنا وبيقول له خدني منها والنبي ده بنت مجنونه البنت ديت. المهم بيقرروا بعد كده ان هم يروحوا للتدريب سوا في الغابه، ولكن واثناء ما كانوا في الطريق بيظهر فيريون قدامهم بشكل مرعب. بيخضهم هما الاثنين وبيخلوهم يصوتوا وبيقول لهم ان استعدوا للقتال دلوقتي حالا علشان هيكون قوي. وبيتحول بعد كده لشبح اسود بعيون صفرا مضيئه وسرعه مهوله. ارثر وقتها حرفيا ما كانش قادر ان هو يجاريه وبيستسلم على طول. وقتها الجد بيتكلم وبيقول له ان هو بيمتلك روح نمر الظل، ودي اللي بتتغذى من قوه الرياح، وده يعتبر نوع متقدم جدا من السحر ولكنه بيستنزف
كنز في القوة بشكل كبير جدا يا ارثر. وبعد كده بيخرج له سيف خشبي وبيقول له استمر في التدريب علشان اجي اكمل عليك كمان شوية. ومع الاستمرار كل يوم في التدريب يا صديقي ارثر بيبدأ ان هو يتحكم في طاقة الوحش اللي موجودة عنده، والألم بيبدأ يخف واحدة واحدة عنده. وكمان قوة الاستشعار زادت وبدأ ان هو يجاري شبح فريون المخيف، وبقى اقوى من الاول بكتير يا صديقي. وقوة الذكاء عنده بقت عالية كمان، وبقى يقدر ان هو يغلب تيسيا بكل سهولة. وبعد كده يا صديقي ما بيخلصوا التدريب بتاعهم الشاق بيروحوا هما الاتنين سوا احتفال المماليك. اول لما بيوصلوا هناك بيقابلوا فيريوس وبيفضلوا ان هما ينقروا في بعض في الاول كده، ولكن بعد شوية بيكونوا اصدقاء جدا. بيكونوا وقفوا الحرب اللي بينهم شوية لانهم ما بيكونوش طايقين بعض، ولكن الخناقة المرة دي يا صديقي بتتبني مع تيسيا اللي بتضرب فيريوس فجأة كده، وبيطلعوا هما الاتنين سوا يجروا من المكان زي العادة. ارثر وقتها اول لما بيطلعوا من المكان بيبدأ ان هو يزعق فيها وبيصرخ بأعلى صوته وبيقول لها انت بتعملي كده ليه شبه الاطفال؟ بطلي تعملي عقلك بعقل العيال الصغيرة وافتكري في الاول والاخر ان انت اميرة والناس كلها بتحبها. بس تيسيا وقتها بتتكلم بكل حزن وبتقول له ان هي غضبانة دلوقتي ومش طايقة نفسها لانها هترجع وحيدة من تاني بعد ما يسيبها ويمشي، وما بتكونش قادرة ان هي تسيطر على نفسها وبتسيب له المكان كله وبتجري وهي بتعيط. ولكنها في نفس الوقت مش بتهون على بطلنا ارثر، وبيروح لها بعد كده وبيقول لها بطلي نكد وتعالي نلعب سوا شوية، وبيقترح عليها ان هم يروحوا للغابة دلوقتي، وبيحاول ان هو يفكها ويخرجها من المود. وبالفعل بيقدر ان هو يقنعها يا صديقي وبياخدها بعد كده وبيروح للغابة. واول لما بيوصلوا هناك بيشوف الكلاب اللي هي حررتها لسه بخير، وبتفرح جدا ان هم كويسين، وبيروح بعد كده يولعوا نار ويقعدوا سوا ويقضوا وقت ممتع. وبعد شوية يا صديقي بيكون النوم غلبها، بس حكاوي وحوش الاشجار بتكون رعبها جدا ومطيرة النوم من عينها تماما، ولكن النوم سلطان يا عزيزي. وبتروح بعد كده في غيبوبة. بيمر الوقت بعد كده وبتعدي الايام، وبيجي اليوم اللي ارثر هيمشي فيه وبيودع الكل وقتها. الناس وقتها بتكون حزينة جدا على ارثر وبيفتكروا الذكريات الحلوة مع بعض وبيكونوا عايزين ان هو ما يمشيش، ولكن فريون بيقول لهم ان هو لازم يمشي وبيديله بوصلة سحرية عليها ختم العائلة الملكية، وده طبعا علشان تدله في الطريق بتاعها وما يتوهش. وبيودعه وقتها يا صديقي وبيقول له ان هو قضى وقت ممتع معاه، وبيقول له لو حبيت ترجع مرة تانية هنا اهلا بيك في عالمك يا ارثر. الكل وقتها بيكون موجود في المكان يا صديقي وبيبدأوا ان هم يودعوا ارثر، والا البنت تيسيا ما بيكونوش لاقيينها تماما. بيفضل يدور عليها يمين وشمال، ولكن قبل ما يخرج من المكان بتيجي تيسيا جري عليه يا صديقي وبتحضنه وقتها. بيتكلم وبيقول لها ان هي هتوحشه جدا وان هو عمره في حياته ما هينساها، وهي كمان بتحضنه وبتفضل تعيط في حضنه. وفي مشهد مؤثر جدا والدموع ماليه المكان بيخرج ارثر بعد كده بعد ما بيودع الكل. وبعد رحلته طويله يا صديقي في الطريق بيوصل ارثر اخيرا لبيت ابوه وامه راي واليس. واول لما بيوصل هناك بيخبط على الباب ويتفاجئ ان في بنوته صغيره اسمها ليونور بتفتح الباب. في نفس الوقت ده اليس كانت بتكون خايفه وبتجري تشوف مين اللي جه عندهم يا ترى، وبيبقوا مصدومين حرفيا لما بيلاقوا ان هو اللي موجود على الباب ابنهم ارثر. بيبص لهم وقتها بحزن يا صديقي وبيقول لهم بابا ماما انا رجعت خلاص ليكم ومش هبعد عنكم تاني. واخيرا وصل لحد راي واليس اللي اتفاجئوا اساسا اول لما بيشوفوه واقف على باب بيتهم بعد غياب طويل. وهتكي احضان وقتها والولد اصلا واقف مش مصدق عينيه اللي هو بيشوفه. البنت الصغيره المفعوصه اللي قدام عينيه اللي سابها في بطن امها بقت واقفه قدامه على رجليها. وبعد السلامات والاحضان الكتيره ديت ارثر قرر ان هو يدخل وقتها واتعرف على اخته الصغيره حتى سليفه التنين حبها من اول نظره. ولما ارثر اتسال عن اللي حصل له من ساعه ما وقع في الحادثه بتاعه قطاع الطرق دي يا صديقي، ارثر ساعتها قال لهم كل اللي حصل له لحد ما رجع هنا، ولكنه خبى عليها حاجه واحده بس يا صديقي، سيفيا التنين اللي هو لقاها قبل كده وقعد معاها. ولكنه فصل لهم وقتها ان هو لما وقع من على جبل المسافه الكبيره دي استخدم سحر بيغير وعيه من غير ما ياخد باله، ودي اللي قدرت ان هي تخفف وقعته من الارتفاع الكبير دوت. وطبعا حكى لها عن لقائه مع تيسيا ودخوله لمملكه اليونور بتاعه الجن، وان هو كمان اتدرب هناك على ايديهم وبقى مقاتل قوي جدا، وان هم كمان عالجوه من الالم اللي كان بيعاني منه بسبب جوهر المانا بتاعه. وبعدها سالوه عن الكائن اللي كان موجود معاه فقال لهم ان هو وحش مانا لقاه في الطريق، ولما لقاه وقتها كانت مامته بتموت فما قدرش ان هو يسيبه لوحده واخده واعتنى بيه لحد دلوقتي. وبعد كده راي اتكلم وقال له سيبك من كل ده، المهم قول لي دلوقتي المانا بتاعتك وصلت لايه والانهي مرحله كمان. ارثر وقتها بيقول له سيبك بس دلوقتي جاوبني انت الاول، المانا بتاعتك اتطورت لغايه فين؟ انا ما شفتكش من زمان وانت بتتدرب. فراي رد عليه وقتها وقال له من سنتين كده وصلت للون البرتقالي وكانت متطوره جدا، ومن وقتها يا ارثر وانا مدير لاكبر فرقه امن الاكبر دار مزارات في العالم كله. ارثر وقتها اتكلم في عقل باله وقال ده انت غلبان جدا يا راي، ده انت معنى كده ان انت في المستوى الثالث، لان الوان المانا بتبدا من الاسود والاحمر والبرتقالي والاصفر والفضي والابيض، والكل لون فيهم يا صديقي 3 مستويات خاصه بيه. يعني مثلا الغامق ثم العادي ثم الفاتح. ولما سال ابوه بعد كده عن المستوى بتاعه قال له ارثر ان هو عند المستوى الاحمر الفاتح.
فراي وقتها ما كانش مصدق اللي هو بيسمعه ده وطار من الفرحه حرفيا، وقال ابن البطل قرب يوصل للمستويات العاليه، وده كله هو لسه ما طلعش من البيضه. يا حلاوه يا اولاد. بس اليس وقتها زعقت له وقالت له بلاش كلامك المستفز ده، البنت بتتعلم منك يا ابني. وبالرغم ان راي اعتذر لها في هذه اللحظه، ولكن البنت خلاص لقطت الكلام منه وحفظته، واللي كان يا صديقي. وطبعا اليس بنت المستفزه ما بتصدق وبتفضل تزعق زي عادتها كده. وقتها ارثر فضل ان هو يضحك عليها، الله والله اشتقت الجو العائله بتاعكوا ده والازعاج اللي انتوا بتعملوه. وفي نفس اللحظه صديقي واثناء ما كانوا قاعدين بيتكلموا دخل عليهم واحد اسمه فينيسنت، والراجل ده رئيس راي، وهو يعتبر صاحب البيت دلوقتي اللي هم قاعدين فيه، هو اللي مأجره لهم كمان. وقتها فينيسنت ما كانش مصدق عينيه اساسا، وسأل راي معقول ابنك طلع عايش بعد كل السنين اللي فاتت ديت. وقتها ارثر رحب بالمدير بتاعه، قال له انا مش مصدق نفسي ان انت جاي لحد هنا بنفسك، وعرفه على ارثر وعلى مراته وعلى بنته ليليان. اما بقى عن البنت ليليان، قلبها اتخطف تماما اول لما شافت سيلفا الصغيره وليونور تقول لا ده بتاعنا، وهما الاتنين بيتخانقوا عليه. وبعد كده راي طلب من ارثر ان هو يوري له المهارات الجديده بتاعته، ويفرق كمان السيد المدير بتاعه، وطلب منه ان هو يواجهه في هذه اللحظه. ووقتها بالفعل وافق ارثر، وخرج كل وقتها علشان يشوفوا المواجهه بين الاب والابن. بيبدا القتال بعد كده يا صديقي، وبيكون مشتعل تماما بينهم هما الاتنين، وبيكون بشكل محترف. ولما راي وقتها لقى ابنه ان هو قوي في القتال ومش بطال يا صديقي، يقرر ان هو يستخدم المنى بتاعته. ساعتها ارثر افتكر كل اللي هو اتعلمه عن المنى في رحلته، وان المستحضرين اللي زي راي بيجذبوا العناصر اللي هي تناسبهم، وبعد كده يقدروا ان هم يسيطروا عليها واحده واحده. وافتكر كل المستحضرين اللي شافهم لما كان صغير يا باشا. ولكن للاسف بقى المعززين المنى مش بيقدروا ان هم يحددوا اي عنصر مناسب ليهم الا بعد عمر طويل من التدريب الشاق. وقتها قتال المنى بين راي وارثر كان بدأ بالفعل يا صديقي، وكل واحد فيهم له عنصر مختلف عن التاني تماما. وبعد كده ارثر بيكمل تفكيره في الزمن بتاعه، وان كان وقتها في شيء شبه المنى اسمه كي، واللي هو معناه قوه الحياه. ولكنه الغريب بقى ان هو ما كانش شبه عنصر الحياه تماما، وده شيء ممكن ان هو يتحكم فيه بكل سهوله باستمراره في التدريب. يعني اشبه كده بالسحر المعزز بالمنى يا صديقي. وفي الوقت نفسه كانت الساحه مشتعله تماما بين ارثر وراي ابوه. الكل وقتها كمان كان قاعد يتفرج على اللي بيحصل ده، ومبلم ومصدومين حرفيا من ملحمه القتال اللي بينهم. ولكن راي بيتفاجئ بقوه ارثر وقتها لما المنى بتاعته بتشع نور قوي. وارثر ساعتها كان بيقول للراي اتفرج دلوقتي على القتال الحقيقي، انا كنت بلعب معاك من شويه. والضربات فضلت رايحه جايه بينهم هما الاتنين، وراي مش مصدق اللي بيحصل معاه من حته عيل لسه ما طلعش من البيضه. الواد وقتها بيكون بيرد عليه الواحده بواحده، وساعتها ارثر بيفتكر التدريب اللي اخده من فيريون، وكمان ذكرياته من فنون الكيف زمن وساعدته ان هو يطور استخدام للقتال للمانا بتاعه. الواد حرفيا وقتها المانا بتاعته بتشع من كل جسمه وبتحرق كل شيء قدامها، لدرجه ان راي وقتها فتح بقه وواقف زي العبيط مذهول حرفيا من ابنه ان هو بيمتلك الطاقه السحريه الناريه. بس ارثر اتكلم وقال له ان ده مش بس اللي عنده، اتفرج بقى على الجديد يا باشا دلوقتي هبهرك حرفيا. الواد بيقدر ان هو يجذب الميه وقتها، وكل بيتفاجئ يا صديقي ان هو بيقدر يتحكم كمان في الميه. راي وقتها ما بيكونش مصدق عينيه يا صديقي، وبيجري عليه بسرعه وبيحضنه وبيقول له يا ريتني جبت كمان منك 6 عيال. ايه الحلاوه اللي انت فيها دي كلها يا واد، اتعلمت ده كله فين وامتى؟ الكل وقتها حرفيا مبهور بالعبقريه اللي وصل ليها الطفل الصغير ارثر. فينيست وقتها بيتكلم وبيقول له الراي ابنك ظهر عبقريته دي امتى؟ انا ما كنتش عمري اتخيل ان انت عندك عيل زي ده. بيضحك ارثر وقتها وبيقول له لما كان عنده 3 سنين هو قدر يستحضر المنى بتاعته، وهو عامل زي العفريت كده زي ما انت شايف. ودلوقتي الباشا ما كفاهوش اللي هو بيعمله ده كله من صغره، لا ده حرق لنا البيت كله زي ما انت شايف كده. ساعتها فينيست نط من مكانه يا صديقي، ما كانش مصدق عينيه ولا اللي هو بيسمعه ده، وقال له ابنك لازم يدخل الاكاديميه بتاعه اكسيروس في اسرع وقت ممكن. وقتها راي واليس ما كانوش مصدقين اللي هم بيسمعوه، اتفاجئوا حرفيا يا صديقي لانها تعتبر الاكاديميه الاعلى مكانه في العالم كله. وقتها كمان مرات الراجل الكباره ديت كانت عايزه ان هي تشجعه، وقالت لهم ما تشيلوش هم اي حاجه، انا هتحمل التكاليف بتاعه الدراسه بتاعته كلها لحد ما يتخرج، لان عبقريته ديت ما ينفعش ان احنا نسكت عليها، لانها هتكون استثمار لنا في المستقبل كلنا. اليس وقتها بتقول لهم شكرا جدا لكم بجد، انا مش عارفه اقول لكم ايه، ولكن ارثر لسه صغير يا باشا، والاكاديميه دي مش هتاخد السن الصغير ده. ففينيستس وقتها قال لها سيبها عليا، انا هتصرف، انا ليا بس واسطه هناك كده هديهم كام قرشين من تحت الترابيزه وهدخله لك. ولكن المفاجاه بقى ارثر اول لما بيحس ان الموضوع دخل في الجد يا صديقي، بيقول لهم انا محتاج بس شويه وقت علشان اقعد مع ابويا وامي، لان مشتاق لهم جدا، واستاذن وسابهم ومشي. ولكن ليام وقتها راحت وراه وقالت له سيبك من كل ده وتعالى اوريك انا بستمتع بوقتي فين، انا هحضر لك حاجه حلوه قوي هتعجبك.
اخدته بالفعل بعد كده للمطبخ يا صديقي وعرفته على كل الموجودين، واول لما وصلت هناك لقيتهم عاملين لها اكل كتير وهي نزلت فيه زي المفجوعه بلا رحمه. الولد وقتها كان قاعد مستغرب وبيقول لنفسه يا ترى يا بتعمل كده ليه؟ ده احنا لسه اكلين من شويه يعني، يا لحقت تجوع. فواحده من الخدم ردت عليه وقالت له ان الايام بتيجي هنا بس لما بتبقى متوتره وعلشان ابوها وامها عايزين ان هي تستحضر المانه بتاعتها، وللاسف هم اصلا مش من الصحراء ولا هي كمان من الصحراء ولا تعرف عنهم اي حاجه، ولكنها عايزه تحقق رغبتها باي شكل من الاشكال، وده السبب اللي يعتبر موترها كده. بيمر الوقت بينا وبنشوف وقت النوم يا صديقي، وراي قاعد مع اليس جنب ابنهم وهم فرحانين جدا برجوعه. وقتها راي بيكون فرحان وبيتكلم مع ابنه وبيقول انا عارف كويس قوي ان ابنه هيكون الساحر الاعظم في المستقبل، وبيعرفه كمان ان السيد فينيستس ما كانش قصده اي حاجه ولا قصده ان هو يستغله، ولكنه اتحمس من قدراته اول لما شافها. وساعتها اتكلم ارثر وعرفه ان هو فاهم ان السيد فينيستس نيته طيبه، وبعدها بيسيبه وبيمشي علشان يقدر ان هو ينام. بيعدي الليل يا صديقي، وقال لما بيجي الصبح بيتفاجئ ارثر ان اصحابه بول قدام جم بنفسهم علشان يشوفوا بعينهم ان هو رجع وبخير. الكل وقتها ما كانوش مصدقين عينهم وعمالين يحضنوا ويبوسوا فيه ويسلموا عليه. وكل كوم بقى وبنت المجنونه جاسمين كوم اللي حضنته وقتها وكانه حبيبها، وفضلت ان هي تعيط في حضنه لدرجه ان خلت كل الناس تعيط، لحد ما بيجي راي واليسو بيقطعوهم في الاوقات الحرجه دي، وقعدوا سوا يتكلموا بعد كده وحكوا لارثر الاماكن اللي هم زاروها طوال السنين اللي غاب فيها. وهي في السنين اللي فاتت دي كانت مغامره رائعه، وحتى ادم اللي ما كانش مهتم باي شيء كان بيشتري لها تذاكر من كل المدينه. ساعتها ارثر فكر ان هو فعلا ما يعرفش اي شيء عن القاره اللي هو فيها ولا عن المملكه اللي هو سابها، وفضل يفكر وقتها يا ترى هو لما يبقى مغامر رائع زي يوم كده هيقدر ان هو يكتشف العالم بالفعل ساعتها ولا لا. وبس لحد هنا يا صديقي تكون حلقه النهارده الاسطوريه خلاص خلصت. فلو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك رايق زيك كده علشان تدعمنا بيه، وبس اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.